كتير بنسمع واحد بيقول أنا ما حلتش اللضا، أو فلان دهوّة ما معاهوش اللضا، أو ييجي واحد تالت يقول أنا مانيش لاقي اللضا. يا ترى إحنا فكرنا نسأل نفسنا إيه هو اللضا؟ وإيه معنى كلمة اللضا؟ تابعوني وأنا أقول لكم إيه هو اللضا ده. كان زمان بيعملوا عملات أو زي ما بنقول عليه صك عملة، وكان من ضمن العملات دهيّة عملة نحاسية حمراء، وكان مكتوب على هذه العملة الله ضامن. وكانت الحكومة في الوقت دهوّة أو الحاكم أو بيت المال كان بيقوم بتوزيع هذه العملة على الفقراء اللي هم ما يمتلكوش أي فلوس أو أي نقود في الوقت دهوّة، وما بيحتكموش على أي مال ليهم. كان بياخدها الراجل الفقير اللي مش قادر يشتري أي حاجة، وينزل يروح السوق أو يروح عند التاجر أو يروح أي دُكّان ويشتري اللي هو عايزه، وبعد كده صاحب الدُكّان دوّة أو التاجر لمّا بيسأله عن الفلوس الشيء اللي الحاجات اللي اشتراها، بيورّي له العملة ويدّيها له ويقول له أنا ما معييش إلا دي. كان بعد كده التاجر أو صاحب المحل بيروح بيت المال ويدّيها لبيت المال، وبيت المال بيدّي له مكانها فلوس حقيقية. العملة دهيّة المكتوب عليها الله ضامن اختصروها بعد كده من كلمة الله ضامن إلى كلمة اللضا، ومن هنا أصبحت العملة دهيّة بتعبّر عن سوء حالة للناس اللي كانوا عايشين في الوقت دهوّة، واللي كانت بتبقى معاه هذه العملة هو بيعتبر من الفقراء أو اللي مش ما معاهمش نقود يقدروا يشتروا بيها أي حاجة. فأصبحت العملة ديّة بتعبّر عن سوء الحالة، وطبعًا يعني إحنا في الأيام ديّة ما فيش أسوأ من هذه الأيام ديّة، ولكن للأسف إحنا مش لاقيين اللضا. ربنا يرحمنا برحمته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.